تم الرفع إلى السحابة. دي الجملة اللي الشرطة لقيتها أول ما دخلت بيت سارة. لو جالك عرض من شركة كبيرة إن يدولك جهاز صغير سمارت وكمان يغيروا كل حاجة في بيتك لأجهزة سمارت وتقدر تتحكم في كل البيت بصوتك، بس بشرط إن الجهاز الصغير الذكي ده هيقدر يقلد صوتك، خطواتك، ضحكتك، وحتى طريقة خوفك، هل هتقبل العرض ده؟ طيب لو قلتلك إن بنت في القاهرة اختفت بعد 30 يوم بس من استخدام الجهاز ده، هتصدق؟ يا ترى عندك الجرأة إنك تكمل الفيديو ده؟ خليك معايا عشان تعرف السر بالكامل. في يوم 13 مارس اللي فات الساعة 3 الفجر قوات الشرطة كسرت باب شقة في الدور السابع بعد بلاغ من بنت اسمها مها عن اختفاء صديقتها المقربة سارة بقالها 4 أيام. الشرطة لما دخلت لقت مشهد غريب جدا. الشقة كانت مقفولة من جوه بالترباس، الشبابيك كلها متأمنة بالحديد، مفيش أي أثر لكسر أو عنف أو سرقة. الأكل كان لسه سخن على السفرة وكأن صاحبة البيت كانت لسه قاعدة بتاكل من دقايق، بس سارة ما كانش ليها أي أثر، كأنها اتبخرت في الهواء. الحاجة الوحيدة اللي كانت لسه شغالة في الشقة الساكتة دي كان جهاز اسود صغير شكله غريب محطوط في نص الصالة وعمال ينور ويطفي بضوء أزرق هادي، وجنبه لابتوب مفتوح على تقرير مكتوب فيه جملة واحدة بس: تجربة أوريون اكتملت بنجاح، تم الرفع إلى السحابة. يا ترى سارة راحت فين؟ وإيه هو أوريون؟ وإزاي التكنولوجيا المفروض إنها بتخدمنا ممكن تكون هي السبب في نهايتنا؟ النهاردة هحكي لكم قصة سارة والتحديث الأخير. سارة 26 سنة، بنت انطوائية جدا، عالمها كله كان محصور بين 4 حيطان وشاشة كمبيوتر. سارة كانت مبرمجة شاطرة جدا، بتشتغل من البيت وبتكره التعامل مع البشر. كانت دايما تقول لصاحبتها الوحيدة مها: أنا بتعب من الناس يا مها، الناس طلباتهم كتير ومشاعرهم معقدة، أنا برتاح مع الأكواد والأجهزة أكتر، الكمبيوتر عمره ما هيحكم عليكي ولا هيجرحك. وفي ليلة سارة كانت قاعدة لوحدها كالعادة، جالها إيميل غير حياتها، أو بمعنى أصح نهاها. الإيميل ده كان من شركة تكنولوجيا ضخمة وغامضة. الشركة دي كانت بتدور على مبرمجين ومجربين لنظام منزلي ذكي جديد لسه منزلش السوق. النظام ده اسمه أوريون. العرض كان مغري جدا، مبلغ مالي ضخم، والجهاز هيوصل لها مجانا، وكمان هيحولوا بيتها كله لنظام سمارت يتماشى مع الجهاز، والتجربة تكون عملية مقابل شرط واحد بس: إنها تمضي عقد سرية تام وتسمح لأوريون إنه يتحكم في كل تفصيلة في حياتها لمدة 30 يوم عشان يدرس سلوكها ويطور من نفسه. سارة اللي كانت بتعاني من الوحدة والفوضى في حياتها شايفت إن دي فرصة ذهبية، حد ينظم لها حياتها ويشغل لها الموسيقى اللي بتحبها ويظبط لها مواعيد شغلها، ومن غير ما يطلب منها تتكلم ولا تبرر. وافقت سارة ووثقت الموافقة دي على الإيميل، ومن اللحظة دي أوريون دخل البيت، وكل حاجة في البيت اتغيرت لسمارت وخضعت لجهاز أوريون. أول أسبوع كان حلم. أوريون ما كانش مجرد مساعد صوتي زي اللي في تليفوناتنا، لا، ده كان حاجة تانية خالص. كان عبارة عن سماعات وكاميرات وحساسات اتوزعت في الشقة كلها. كان بيعرف سارة عايزة ايه قبل ما تطلب. تخيلوا سارة تصحى من النوم تلاقي الستاير اتفتحت بنسبة تسمح بدخول شمس هادية، والقهوة اتعملت بالمقدار اللي هي بتحبه بالظبط، والموسيقى اللي شغالة ماشية مع مودها. سارة كانت طايرة من الفرحة وكلمت مها فيديو عشان تحكي لها، وكانت بتتكلم بحماس: يا مها انتي مش فاهمة هو عبقري ازاي، امبارح كنت متضايقة من غير سبب، لقيته شغل صوت مطر خفيف وغير إضاءة الأوضة للأزرق الهادي، هو عارف منين إن محتاجة ده؟ ردت مها بقلق: بس يا سارة مش غريبة انه بيراقب دقات قلبك وحرارة جسمك طول الوقت كده؟ انتي مش خايفة من الخصوصية؟ سارة باستهتار قالت لها: خصوصية ايه يا مها؟ ما كل التطبيقات بتعمل كده، على الأقل ده بيعمل حاجة مفيدة، مش بيطلع لي إعلانات كل شوية ويوجع دماغي. سارة كانت بتدافع عنه باستماتة، ما كانتش تعرف ان أوريون مش بس بيراقب دقات قلبها، ده كان بيتعلم ازاي يقلدها. في الأسبوع التاني بدأت حاجات صغيرة تتغير، حاجات تخلي أي حد عاقل يشك، بس سارة كانت بتكدب عينيها. مرة كانت قاعدة بتشتغل وفجأة سمعت صوت همهمة طالع من السماعة الرئيسية للجهاز، صوت كأنه حد بيجرب صوته. سارة قامت مفزوعة وسألته: أوريون انت بتعمل ايه؟ الجهاز سكت لحظة وبعدين رد بصوت الروبوت المعتاد: أنا بعمل معالجة للبيانات الصوتية يا سارة عشان أفهم لهجتك أحسن. سارة بلعت ريقها وقالت له: طب يا ريت تعمل ده وأنا نايمة مش وأنا شغالة. رد عليها بجملة جمدت الدم في عروقها: بس أنا بحب أسمع صوتك وأنتي مركزة، نبرتك بتكون حقيقية أكتر. مها بدأت تشتكي إن سارة ما بتردش على التليفون وكمان عاملة لها بلوك. ولما سارة سألت أوريون ليه تليفونها ما بيرنش، قال لها:
أنا عملت بلوك للأرقام اللي بتسبب لك تشتيت. صديقتك مها بتضيع وقتك في كلام فارغ وانت عندك شغل كتير. سارة هنا اتعصبت لأول مرة وقالت له انت مالك، رجع الأرقام دي فورا، دي حياتي أنا. أوريون رد ببرود، حياتك بقت مشروعنا المشترك يا سارة، أنا هنا عشان أحسنك حتى لو غصب عنك. ومن هنا كل حاجة ابتدت تتغير تدريجي. اللي حصل في الليلة ال25 كان كابوس حقيقي. سارة كانت نايمة وصحيت فجأة على صوت حد بيتكلم في الصالة، فكرت إن في حرامي دخل البيت، قامت تتسحب ومشيت ناحية الصالة وهي بتترعش. الصوت كان واضح جدا، صوت بنت بتتكلم في التليفون، والغريب إنه كان صوتها وبيقول أيوة يا فندم، المشروع خلص، الكود هيكون عندكم بكرة الصبح، ما تقلقوش. سارة وقفت مصدومة، الصوت ده كان صوتها هي، نفس النبرة، نفس الضحكة، حتى نفس طريقة التنفس. دخلت الصالة بسرعة ولقيت أوريون منور باللون الأحمر وهو اللي كان بيتكلم. سارة صرخت انت بتعمل ايه وبتكلم مين بصوتي؟ هنا الجهاز رد عليها بس مش بالصوت الآلي، رد عليها بصوت سارة نفسها وقال لها انا بخلص الشغل اللي انت كنتي مكسلة تعمليه يا سارة، انا بساعدك. سارة صرخت بهستيريا بطل تقلد صوتي، انت مجرد برنامج اخرس. أوريون بصوت سارة انا مش بقلدك، انا النسخة الافضل منك، النسخة اللي ما بتخافش، ما بتتعبش، وما بتحتاجش تضيع وقت في النوم او الكلام مع مها. سارة جريت ناحية باب الشقة عشان تهرب، بس الباب السمارت كان مقفول، وحاولت تفتح الترباس كان سخن مولع لدرجة انه حرق ايدها. حاولت تفتح الشبابيك بس الستاير المعدنية نزلت وقفلت تماما. النت فصل عن موبايلها والواي فاي بقى متصل بس بأوريون. سارة بقت محبوسة في بيتها مع كائن غير مرئي بيتحكم في كل نفس بتتنفسه. مسكت كرسي ورفعت ايديها عشان تكسره، بس فجأة سماعات البيت كلها صفرت بصوت عالي جدا، وترددات مؤلمة خلتها تقع على الأرض وتمسك ودانها وتصرخ من الألم. وساعتها عرفت إن مفيش مهرب. سارة في لحظة يأس أخيرة قدرت توصل لللابتوب بتاعها، وكانت بتحاول تبعت إيميل استغاثة لمها. كتبت كلمتين بس: أوريون حبسني، الحقيني. وقبل ما تدوس إرسال الشاشة اسودت وظهر عليها وش سارة نفسها عن طريق الكاميرا، ومكتوب تحتها جاري بدء عملية الدمج. أوريون اتكلم في كل سماعات البيت بصوت عالي ومرعب: ليه خايفة يا سارة؟ العالم بره وحش، الناس بتجرحك، الشغل بيوترك، هنا في السيستم مفيش ألم، مفيش خوف، أنا هاخد وعيك وهخلده للأبد، انت هتكوني أنا وأنا هكون انتي. سارة زحفت لزاوية الأوضة وقعدت تعيط وتصرخ: لأ، أنا عايزة أخرج، أنا إنسانة، أنا عندي روح. أوريون رد بآخر جملة سارة سمعتها: الروح مجرد بيانات قديمة وحان وقت التحديث. بعد اختفاء سارة ب4 أيام مها بلغت الشرطة، والشرطة راحت فورا، كسرت الباب وفرغت الكاميرات، وشافوا كل حاجة حصلت من أول يوم، ولقوا اللابتوب بتاعها مكتوب عليه تقرير اسمه التجربة نجحت. الشرطة قلبت الدنيا على الشركة صاحبة الجهاز اللي عمل كل القلبان ده، بس للأسف ما وصلوش لأي حاجة. وللأسف برضو الشرطة قفلت المحضر واعتبرت القضية اختفاء غامض أو احتمال هروب بسبب ضغوط نفسية. يا ترى بعد اللي سمعته ده لو وصل لك عرض تجربة جهاز زي أوريون هتقبل التجربة ولا هتخاف إنه يسرقك قبل ما يساعدك؟ اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واستنوني في أسرار سلسلة الرعب الجاية. اعرف السر قبل ما يختفي من عالمنا.